السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معايا في قناة يوميات ماما وجوجو. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة يا بنات هنعمل مع بعض فيديو قمة في التوفير. هنوفر النهاردة، هنعمل الصابون السائل في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية، يعني ارخص من كده مفيش. شايفين بقى اللزوجة، شايفين الشفافية بتاع الصابون، تحفة بجد. والطريقة كمان سهلة وبسيطة كده ومش معقدة. هنعمل كمية من الصابون السائل بقى تقدري تعمليها وتخزنيها ازايز كده مثلا، تطلعي منها بقى اول باول كده، او كمان تجيبي كمية. يعني في طريقة تانية للتخزين هقولكوا عليها، اللي هي ان انت تجيبي الحاجة اللي انا هقولك عليها دي وتعينيها زي ما هي وقت ما تعوزي تطلعيها. اول حاجة كده معايا هنا كيس مركز صابون سائل اسمه هايلوكس. هايلوكس ده انا جايباه بريحة الليمون. الكيس ده يعني بيعمل معانا 8 رتل صابون. انا كنت جايباه ب30 جنيه. في بقى اماكن بتبيعه من 25 30 35، بس هو مش بيزيد عن 35 جنيه. في بقى كمان منه روايح وفي الوان، يعني ده بالليمون لونه اصفر كده. اللي هنشوف دلوقتي المكونات بتاع الكيس ده هنفتحه مع بعض دلوقتي. طريقته سهلة، وكمان طريقة التحضير بتاعته سهلة. زي ما قلت لكم ممكن تعملي كمية وتخزنيها في ازايز، او تجيبي اكياس من دي وتعينيها طبعا لو عجبك، وكمان طريقة التحضير عجبتك وسهلة معاكي يعني هتجيبيه. وطبعا طريقة التحضير سهلة، هتجيبيه وتعمليه وتخزنيه في ازايز. اول حاجة كده الكيس بيبقى فيه كيسين. كيس مادة سايلة اللي هي المادة اللزجة اللي هي دي كده، دي على ما اعتقد يعني اسمها تكسابون. التكسابون ده اللي هو اللي بيدي السمك للصابون السايل او التقل للصابون السايل. وفي كمان كيس هوريهولكوا دلوقتي، اللي هو الكيس اللي بيبقى فيه اللون وكمان الريحة. بيبقى كيس بودرة وكيس سايل زي ده. هنحاول بس ننزل اي حاجة في الكيس كده عشان ما نسيبش فيه اي حاجة اهو. وده بقى الكيس اللي هو البودرة. هفتحه كده وهنزله، هضيفه على المادة السائلة اللي معايا اهو يا بنات. هبدأ بقى اضيفهم لبعض، وهبدأ اقلب باي معلقة خشب، اي حاجة خشب معاكي يعني انتي تتحكمي فيها تعرفي تقلبي. بس بصراحة ما انصحكوش ان انتوا تقلبوا بايديكم، لان هو بيخلي الايد خشنة في الاول، في اول التصنيع ما ينفعش تستخدميه بايدك، يعني ما ينفعش تقلبيه بايدك. تمام. هبدأ بقى اقلب كده كل المكونات دي مع بعضها كده لحد ما تمتزج. بعد كده هبدأ انزل ب6 رتل مية في الاول، واحدة واحدة. شايفين اهو بنزل واحدة واحدة بحيث ان القوام كده يتفك معايا. انا بنزل ب6 رتل الاول ليه؟ علشان اشوف القوام تقيل ولا انا ممكن اتقله اكتر. يعني انت عاوزاه تقيل ممكن تسيبيه على 6 رتل وبعد كده تخففيه براحتك، او ممكن تعمليه 8 رتل على حسب التقل اللي انت عاوزاه. تمام. هبدأ اقلب كده وهنزل بال6 رتل واحدة واحدة اهو يا بنات. طريقته سهلة وبسيطة جدا، وكمان هيوفر معاكي كتير جدا اهو. شايفين بقى كمية الرغاوي اللي هو عاملها؟ يعني ما تخافوش من الرغاوي دي، كل ده هيهدى طبعا، لان هو لسه دلوقتي في وقت التصنيع مش بتبقي واخدة منه النتيجة اللي انت محتاجاها. شايفين هو لسه سايل ازاي؟ ما تخافوش خالص لو لقيتيه سايل معاكي، ما تخافيش خالص اهو. زي ما قلت لكم انا في الاول قلبت بايدي، بس بصراحة ايدي اتبهدلت اليوم ده، فاضطريت تاني ان انا اقلب بحاجة خشب. شايفين هو كده تقل اهو اهو. خلاص كده انا ضفت ال8 رتل صابون
8 رتل ميه على الصابون. بدأت بقى شايفين القوام والتقل بتاعه، كل ما بتقلبي كل ما بيتقل معاكي، شايفين يا بنات اهو. طيب هعمل فيه ايه؟ طيب بعد ما اخلص ال8 رتل ميه وانزلهم عليه، الرغاوي دي هتروح ازاي؟ هغطيه وهسيبه من ساعتين ل4 ساعات. يعني مثلا انا هسيبه ساعتين، انت بقى مش فاضيه مثلا عاوزه تسيبيه بالليل لتاني يوم الصبح، برضو النتيجه بتاعته هتبقى كويسه. يعني هو كل ما بيغيب كل ما بيبقى احلى، وكل ما التقل بتاعه بيتقل اكتر. تمام. زي ما قلت لكم برضو الاكياس دي في منها يعني في منها الوان كتير بروايح كتير. اهو ده كده تاني يوم. شايفين بقى انا سبته لتاني يوم، كنت عاملاه يومها بالليل، سبته لتاني يوم. شايفين بقى اللزوجة وكمان الشفافية بتاعته. هجربه كمان دلوقتي معاكم في غسيل الاطباق، وهوريكم الرغوة بتاعته عاملة ازاي. اهو انا هاخد بس حبة صغيرين كده قد معلقتين. اهو يا بنات البولة دي صغيرة اهو. شايفين التقل ده كده تاني يوم. زي ما قلت لكم تاني يوم سبته ليلة كاملة يتصنع براحته ويهدى براحته. هزودهم مية كده، هو كده مية خالص، يعني هو كده خفيف خالص اهو، بسلكة كمان من غير سبونش اهو. هبدأ بس كده ايه اوريكم الرغوة بتاعته، كمان اللمعان بتاعه في الكوبايات وفي الاطباق اهو. شايفين الرغوة بتاعته عاملة ازاي؟ بجد تحفة يا بنات. وهتوفري كمان في بيتك، هتعمليه في بيتك. يعني احنا النهاردة مثلا بنجيب ازازة البريل بكام، او الاكياس اللي هي الفرد، اقل كيس الايام دي عاد ب6 جنيه او 7 جنيه. شوفي بقى انت هتعملي كام رتل ب30 جنيه بس، هيوفر عليكي كتير جدا. دوري بقى في اماكن اللي هي هتلاقوه في الاماكن اللي فيها منظفات، اللي هي بتبيع منظفات سايله، اللي بتبيع اريال وصابون ومعطرات والحاجات دي، هتلاقوها في المحلات دي اكتر. شايفين الرغوه يا بنات اهي؟ شايفين بقى اللمعان في الازاز عامل ازاي؟ شايفين اهو؟ جميل جدا بصراحة، بخلي الازاز يلمع كده. جربوه. ولو عجبكم بقى الفيديو بتاع النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد انا بنزله اول باول. وما تنسيش بقى تشيري الفيديو مع اصحابك وتكتبي لي كومنت حلو زيك كده اسفل الفيديو. وسلام.